أما لو بصيت على فئة زي المسلمين أو البلاد الإسلامية، الناس وإن كانت بتعيش في ضنك لكن مربوطين بقواعد تحكم أزمتهم وتساعدهم على الخروج منها. وشوف بقى كم الآيات والأحاديث اللي بتصبر المؤمن وبتساعده على تجاوز الصعاب ديت، وكمان بتوعده بالأجر والثواب عليه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن الكريم مليان آيات في نفس السياق ده. الأحاديث النبوية برضه فيها من العبر والمواعظ كتير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأظن لو إنسان مؤمن حق الإيمان وتدبر الآيات والأحاديث دي مش هيأثر عليه أي ضيق أو هم.